المكياج الحقيقه هو مش مجرد مجموعه الوان بنحطها، ولكن محتاج فن ومحتاج ذوق. والدليل على كده ان بنات كتير دلوقتي اصبحت بتسيب الشهاده الجامعيه بتاعتها وبتروح تاخد دورات في المكياج. معانا خبيره التجميل رانيا يوسف. اهلا بيكي معانا يا رانيا. اهلا بيكي يا استاذه سماح. اهلا بيكي رانيا. انت خريجه ايه؟ انا لسانس اداب اجتماع جامعه اسكندريه. حاجه بعيده تماما عن المكياج. بالظبط، بس هي المكياج انا بشايفه ان هو هوايه طبعا. وانا صغيره وانا بحب المكياج قوي، فن. فحسيت ان انا عايزه انمي الفن ده. كمان عايزه اقول لك ان انا اشتغلت صحفيه شويه، وبعد كده سبت الصحافه لانه يعني الحب اكتر للميك اب. خدت كورسات، خدت شهادات، والحمد لله. متهيألي كل البنات اللي في الدنيا البنوته من وهي صغيره بتبتدي تمسك قلم الروج وتبتدي انها تجرب، زي ما سعاد حسني قالت ان احنا مبدعات. بالظبط صح. احنا واحنا صغيرين بنشوف الماما مثلا بتحط ميك اب، بالذات بتخليكي على طول تحبي الميك اب يعني. صحيح صحيح. ايه بقى الاساس بتاعك اللي انت بتبتدي بيه؟ احنا الحقيقه الاول بنشكرك على ان انت قطعتي المسافه دي من اسكندريه لغايه هنا. ربنا يخليكي. ميرسي لوجودك معانا. اتفضلي. حضرتك تقصدي اساس البانستيك او الفاونديشن؟ تمام. هو طبعا الفاونديشن بتاعنا بيكون على حسب بشره سواء الموديل او يعني البنوته اللي قدامنا بالظبط كده. طبعا لو البشره الدهنيه ليها حاجه والبشره الجافه ليها حاجه والبشره مختلطه، اهم حاجه انا اكون عارفه بشرتها ايه، عشان لو انا حطيت لها فاونديشن مش مناسب بشرتها بيغير معانا وبيبقى الدنيا مش مظبوطه خالص. يعني هل المفروض لو هي سمراء انت بتحطي افتح درجه ولا درجة افتح درجه واحده بس؟ طب والناس البيض؟ الناس البيض هو اوريدي ليها درجه فاتحه، فخلاص بتكون بتناسب فعلا البشره بيضه تحديدا. وفي كمان اللوز باودر برضو درجات، درجه البيض قوي ودرجه متوسطه ودرجه للناس السمراء، فدي بتظبط معانا بقى ايه بقيه الاساس. يعني الباودر المفروض ان هو اغمق من البانستيك ولا بيبقى زيه. افتح؟ لا زي نفس الدرجه زيه او افتح درجه. بالذات اللوز باودر انا مش حاطاها هنا دلوقتي، بس اللوز باودر تحديدا عشان هي باودر يعني، فلما بنحطها بتمتصها البشره، فحتى مش بيبان، بتحسي انها باينه طبيعيه مديه ضي بس. بالظبط كده. فده احلى حاجه حتى في الباودر. انا شايفه انها طبعا اللوز باودر بتناسب كل انواع البشره، بس هي تحديدا للبشره الدهنيه عشان بتطفي اللمعه اللي في البشره. بس انا شايفه انها تناسب كل انواع البشره وبتدي شكل كده طبيعي اكتر. جميل. طيب هنبتدي بايه بقى؟ انا مثلا حطيت لها قبل الهوا، حطيت لها الفاونديشن فعليا، وحطيت لها عملت لها سموكي. سموكي طبعا برضو السموكي يليق مع كل انواع العيون، حتى العين الضيقه. حتى العين الضيقه والعين الصغيره والعين الكبيره، كل حاجه. مش بيضيقها زياده؟ لا خالص. التضييق والتوسيع بيبقى من هنا بقى، من جوه الجفن، مش من فوق خالص. يعني عشان هي مثلا عينيها متوسطه، ولا هي كبيره قوي ولا هي صغيره برضو بالمعنى. عشان نوسعها اكتر هنحط مثلا، انا برضو ما حطيتوش، هنحط لون يا اما بيج يا اما لون. لما تيجي نشتغل ونتكلم. بس انا ما حطوش. تمام. هو المفروض ان احنا هنحط لون هنا فاتح او بيج او ابيض عشان نوسع اكتر. ممكن ما نعملش ده خالص. اتفضلي. تمام. هي انا اوريدي حاطه لها درجات. السموكي على فكره قاعدته برضو ان احنا بنحط درجات مع بعض وبتدمج. يعني في ناس فاكره ان السموكي بس اسود او الوان معينه. لا ده متهيألي موفات. بالظبط مش كده؟ موفات على بيتي شويه، مع الدمج بقى ظهر اللون ده. فالسموكي قاعدته ان احنا هنعمل الوان ادمجيها مع بعض كذا درجه. اهم حاجه كمان برضو المفروض انه على حسب التباعد وتقارب عينيها بنحط. يعني مثلا هي عندها تقارب، نحط زي ما انا حاطه كده، نحط لون فاتح عند مدمع العين. لو هي عينيها بعيده نغمق هنا، لازم نحط اسود او اي لون غامق. والعين الجحظه ليها مكياج بالزبط. والعين العاديه ليها مكياج. العين الجحظه تحديدا ليها مكياج طبعا، لان الجحظه محتاجه لون غامق فوق الجفن. ده بيسمى الجفن المتحرك، اللي هي بالظبط هي عملت كده، فهو بيسمى متحرك. بنحط يا اسود يا اي لون بقى درجه غامقه، موف غامق، كحلي. لازم الجفن المتحرك ده يكون بلون غامق علشان بنشيل الحديه بتاعه الجحوظ، وفي نفس الوقت بتبقى طبعا اغلبها هتبقى عين واسعه، عين الجحظه، فبنحد الحكايه شويه. نشتغل ونحط الرتوش بتاعتك الحلوه نكمل. تمام. انا برضه انت محتاجه حاجات. انا اوريدي يعتبر حطيت. اوكي اتفضلي. تمام. احنا ممكن مثلا نحاول نحط الروجاجو. لا كونتور. اوكي اتفضلي. تمام.
طبعا الكونتور ليه فرشه معينه، هي الفرشه دي مم. بتبقى مايله كده علشان احنا فعليا بناخد من عند الاذن لغايه الحته دي، وبنحدد برده من تحت الفك كل ده. وطبعا في فرشه طبعا اصغر شويه للانف عشان اتفضلي. التحكم. هل الكونتور احنا بنحتاجه نقول ايه، الناس اللي عندها ديفوهات مثلا في الوش، المناخير كبيره شويه؟ طبعا صح، الخدود كبيره شويه، الخدود كبيره شويه. ده الكونتور بالظبط يسمى التضليل. الظل. بنظلل المكان اللي فيه ديفو. والهايلايت لازم بصي هنحط كونتور وبعد كده هحط هايلايت. الهايلايت هيوضح معانا الحاجات اللي احنا حابين نظهرها في الوش. معلش. بنبدأ كده من تحت الفك كله، ممكن ننزل هنا عادي. رانيا، طب ما هي وشها رفيع، مش احنا لما نعمل كده نرفع وشها زياده؟ لا، الوش الرفيع بقى بيعمل ايه؟ بيديها بيحدد لها وشها اكتر، بيبين الخدود. بالظبط كده. صح. يعني هو ينفع للخدود الكبيره تصغرها، والخدودها صغيره زي فعلا منا مش محتاجه اصلا. بس انا عشان في ناس بتبقى تسال ازاي الكونتور نوزعه. وكمان هنحط هنا وهنا، ولازم نحط عند منبت الشعر. كده احنا عايزين وشك الجميل ده. ايوه كده يبان معانا. انا هتحكم. تمام. وممكن بقى نحط عند الانف المفروض بالصغيره مخصصه. حتى برضو نفس الفكره، تبقى زي اسمها فرشه زي المشطوفه كده. بنبدا نعمل. انت درستي على نقول ايه، خبراء تجميل مصريين ولا في لبنانيين دلوقتي؟ والله هو كان مستر مصري ومستر، لا بغض النظر عن اسمه. لا انا قصدي مصري وواحد تونسي. واحد مصري وواحد تونسي بالظبط. فتعلمت معاهم فعلا، افادني جدا. انا كنت عندي الخبره، يعني عندي الحكايه او حبه وعندي موهبه، هم بقى اثقلوها. فهموني حاجات كتير جدا، يعني الكونتور مثلا. بتدرسي تشريح الوش بالظبط. يعني نسب الوش قد ايه بالطول وبالعرض والتقارب والطبع، كل ده مش مجرد بس الناس بتحط ميك اب وخلاص كده. لا، المفروض هو فعلا دراسه يعني. جربتي على مين الاول يا رانيا؟ على نفسك؟ على موديل. على موديل. واحنا هناك كنا بندرس فيها، بيبقى في موديل تجربي عليها. وطبعا المفروض لما تروحي البيت تحاولي تجربي على نفسك الحاجه اللي انت خدتيها. جوده الماتيريال نفسها بتفرق طبعا. لازم تكون جوده الحاجه نظيفه. مش ضروري يعني اسماء معينه، بس مهم انها ماركه كويسه، الكواليتي يبقى كويس. بالظبط. انا بحب بس غليت قوي. ما هو غليت قوي. بس هو الفكره في حاجه، انا مثلا كماكيره لازم ادواتي تكون غاليه، علشان انا هعمل مثلا لعروسه او سواريه او حاجه، فمحتاجه تقعد فتره طويله، يعني مثلا هتقعد كذا ساعه. لو انا حطيت لها حاجات خفيفه هتطير مباشره. عايزه اقول لك يعني ممكن ساعه وخلاص وانتهينا. كده انا عملت الكونتور. الهايلايت بطريقته ممكن تاخدي باودر عادي، كومباكت باودر، وتحطي تملي الفراغات اللي احنا سيبناها دي. زي ما احنا هنا هيبان يمكن معانا زي كده. المفروض في الانف برضو احنا عايزين برضو تبصي لنا برضو كده عشان الناس تشوف احنا بنعمل ايه. تمام. امتالي كمان كل ما كان الكواليتي احسن، كل ما كان نقول ما فيش اضرار على البشره. صح. الاضرار طبعا بتيجي من الحاجات، بالذات الحاجات اللي هي رخيصه قوي. واللي كمان الحاجات اللي بتمتصها البشره زي الفاونديشن والباودر وحتى البلاشر والكلام ده. لانه بيروح للبشره. يعني طبعًا. مثلا الروج وحتى الايشادو برضه، العينين غلط ان احنا نحط حاجه رخيصه هتوجع. مش هتوجع عينينا، بس مع الفتره ممكن يحصل حاجات. انا شفت حد حط حاجه كانت محطوطه على الفيس، بنوته حطت حاجه جلاتر على عينيها، سبب لها التهابات بالزبط. كبيره قوي. الحاجه الرخيصه ما ينفعش نستخسر في بشرتنا. هندفع كتير قوي على علاجها. صحيح. فما ينفعش ان احنا نستخسر ابدا في بشرتنا. دلوقتي احنا ممكن نوزع بنعمل بقى عمليه دمج بين الكونتور والهايلايت عشان ما يبقاش شكلها حاد كده. صريح. ما يبقاش صريح. طبعا في كونتور باودر زي ما انا عملته، ده كونتور كريمي، يعني هو عباره عن كونتور كريمي او باودر. اللي احنا بنحطه ده بقى اللي بالليل ولا للصبح؟
ده سواريه بالليل. ده سواريه. لازم يعني الصبح ما ينفعش حتى نحط كونتور، الا لو واحده مثلا عندها ديفو بجد في خدودها او انفها، بس نحط هنا بس، ما نحطش بقى في كل اللي انا عملته ده. بحيث انه هيبقى شكلها كتير الصبح يعني. ومتهيألي مكياج الخطوبة حاجة ومكياج الزفاف حاجة تانية. بالظبط. ولو هي صاحبة الفرح ولو هي المعزومة. السواريه. هو السواريه بيكون أقل شوية في الحاجات اللي احنا بنحطها. حتى زي ما قلت لحضرتك انه الحاجات مثلا الغاليه او الحاجات الكواليتي بتاعها كويس عالي حلو قوي للعروسه اكتر من يعني ممكن لو سواريه ممكن احط لها. ليه؟ لان الاضاءه لما بتتسلط على العروسه طبعا لازم تتسلط عليها طبعا اضاءه. الصور بالظبط، هتلاقي كانها مش حاطه مكياج اساسا. بتبقى حاجه ناتشرال خالص. ولكن العروسه لازم يتحط لها ادوات قويه جدا. دلوقتي انا وزعته لحد كبير. انا بحب استخدم ايدي على فكره. لانه بالذات المناطق هي كمان مناخيرها صغنونه، هي حتى مش هي كل حاجه فيها صغننه. هي مش محتاجه، بس احنا بنشرح عليها وفي نفس الوقت بيحدد برضو. تمام. الكونتور دايما بنعمله من فوق لتحت، من عند الاذن لغايه هنا. البلاشر عكس، نطلع لفوق. يعني دلوقتي هنحط بلاشر هنحط من تحت لفوق. طب مش احنا كان المفروض نغطي الكونتور ده بالباودر بالكومباكت وعشان نرجع نحط روجاجو تاني؟ لا احنا كده لان انا اوريدي تحت قبل الهوا اوريدي حاطه لها. فخلاص احنا حطينا اخر حاجه الكونتور على فكره. اخر حاجه الكونتور سواء كان كريمي او باودر هو بيكون اخر حاجه. بتحطي فوقيه البلاشر ونحط مثلا فوقيه زي كده. ده مثبت؟ لا ده بيسموه شيمر او بيسموه هايلايتر، بيتحط في الخدود وبيتحط ده بس ده بيلمع؟ ده بالظبط كده. جلاتر بس مش الجلاتر ما بقاش موضه؟ لا هو مش جلاتر. بصي انا هحطه لها. اوكي. هو مش جلاتر خالص، هو حاجه كده اللي بيسموها اضاءه. حاجه تدي ضي بس بالظبط. مش جلاتر خالص. يعني مثلا هنحط لها، المفروض نحط هنا. بس متهيألي الحاجات اللي بتلمع دي ما بقتش موضه. لا العروسه ما زالت لازم تحط. العروسه حاليا حاجات بعيده قوي. لا خالص والله، يعني لغايه دلوقتي لازم بتلمع كلها كده. لا مش بتلمع. ما انا بقول لحضرتك هنحط هنا وهنا وفقط هنا، مش حاجه ثانيه. يدي ضي حاجه تفتح خالص. وفي على فكره اللي هو زي الفضي، وفي اللي هو حاجه تنفع مثلا حط لها حاجه على جولد يعني عشان يبقى لاقي معاها. فاحنا بنوزع حاجه بسيطه جدا مش حاجه يعني. انت يا رانيا لما ابتديتي ان انت تتعلمي مكياج كان من الاساس ايه؟ انت بهدف ان انت عايزه تتعلمي حاجه بتحبيها، ولا عشان انت علشان ما فيش شغل وعايزه يبقى يعتبر مصدر رزق بالنسبه لك؟ لا بصراحه هو حب فيها. انا شايفه ان احنا نشتغل حاجه احنا بنحبها الاول. وبعد كده يعني حبيت ان انا اشتغل بيها. لكن بصراحه في الاول لا، حب مش جت هوايه وعايزه تدعميها. حتى لما رحت اخدت كورساتي كان حب، مش خالص مش بفكر خالص ان انا هشتغل بيها. بس من كتر حبي فيها برضو خلاص احترفتي دلوقتي. بالظبط. انا بقالي اكتر من 2 واخداها شهاداتي، فبالتالي يعني خلاص يعني. بصي بتاخدي شهاده كمان مش هتحسي مديه ضي بعيد صحيح. بالزبط. لا وقللت من حده الكونتور بالزبط. شويه. وهي بس شهاده معتمده يا رانيا؟ عندي شهاده معتمده اقدر اسافر بيها بره كمان. يا سلام. بتدرسوا بقى نقول احنا كل دوله من الدول العربيه بتاعتنا ليها الستايل بتاعها في كل حاجه بالزبط. وفي المكياج بالتحديد بتدرسي بقى الحاجات دي؟ درست الميك اب الخليجي فعلا. ودرست بالتالي ده بيتميز بقى بالكحل الغامق الشرطات الطويله دي او طبعا وغامق. بس هو يمكن بيعتمد اكتر على فكره يعني الايلاينر يكون يعني ليه سحبه بالظبط، سحبه كده. سواء عملناه رسمه مفتوحه سواء عملناه على فوق، وليه فعلا طريقه. فهو ويتميز ان هو يكون تقيل بالفعل بالظبط. وفي رسمه بتناسب مثلا العيون القريبه اللي زي برضو منا عيون القريبه، وفي نفس الوقت هي اسمها ريترو. بتعتمد على اللون الابيض والاسود بس. بنحط الابيض هنا في المدمع وبنحط الاسود هنا ومش بنطلع لفوق. يعني خلاص اخرنا الجفن الثابت. تحت الحاجب بنحط برضو ابيض بس كده. تمام. انا كده عملت لك تمام.
في بقى في الرموش، بتحطي رموش ولا انا مش شرط؟ حطاها، انا حاطه حطاها لها رموش. بالظبط. بس الحقيقه باينه انها ما هياش مش ارتفيشال، يعني مش ما هياش صناعي، لا شكلها حلو لان انا جايباها طبيعي. طبيعيه بالفعل. انا ما بحبش اشتغل الا برضو بالحاجات الطبيعيه، لان بتديها فعلا حتى هي مش حاسه بيهم اساسا. لان الحقيقه الحاجات اللي بتبقى مش الصناعي طبيعيه بتبقى بالظبط تقيله، بتبقى تقيله بالظبط، تقيله على العين، وكمان بتديكي لوك مش طبيعي، يعني هي لوكها طبيعي جدا. ورينا يا رانيا كده. حلو. منا منا تمام. احنا ممكن نحط لها دلوقتي روج، ممكن نعمل الحاجب الاول. طيب ممكن نعمل ايه؟ اللي انت عايزاه، نحط الروج الاول زي ما انت عايزه. خلي الروج في الاخر، طيب هو بيكمل المساله. اوكي. الحواجب بقى، الحواجب دلوقتي في موضه، يعني مش عارفه كل واحد بقى وذوقه، في ناس بتقصرها قوي، صح. بيبقى شكلها مش حلو هي خالص. كل حاجه المفروض ليها الوش المناسب ليه، زي بالظبط الفاونديشن المناسب. الحواجب برضو لازم تحديد الحواجب على فكره. ايوه هنا بقى اللي درسناه هنطبقه. بالظبط فعلا. بدايه الحاجب بتاعنا دايما لازم يكون بتاخدي مثلا قلم الرسم الحاجب بتاعك، بتعملي كده عند هنا الركنه بتاعت المناخير، صح؟ بتعملي كده اهو. دي بدايه الحاجب بتاعي، يعني انا بالظبط انا عاملاها اكيد عند وهي نفس الشيء. هي اصلا حاجبها مثلا اوريدي بادئ هنا. في ناس مثلا ممكن يكون حاجبها مش بادئ هنا، بادئ هنا. فلازم نعمل لها البدايه هنا. بس وتبداي بقى. انا بحب بس النهايه دول بيخلوه لغايه هنا، بتبقى حاجه صعبه قوي. في ناس هي المفروض لو عينيها مساحتها ضعيفه وعينيها متنيه شويه، يعني اللي هي بيسموها مبطنه، ممكن تعمل الحركه دي علشان ندي مساحه بس يفتح العين، يفتح معانا. بس في نفس الوقت انا ما بحبش اللي هي الحواجب زي ما انت بتقولي حضرتك كده، اللي هو الطايره قوي دي، لا بتبقى بايخه يعني، صعبه قوي. لازم نعمل حاجه متناسقه مع وش اللي قدامنا. صحيح. أنا ده قلم ولا شادو؟ ده كريمي. الماركه دي كريميه اوريدي بتستخدم كده، مش محتاجه ان انا اعمل حاجه. وفي ماركه معايا تانية كريمي. كريمي مايل شويه للليكويد يعني. لان طبعا الحواجب ليها كذا حاجه، في باودر وفي بالقلم، بس مش اي قلم، ده قلم اوريدي كريمي. هو لان القلم العادي بمرور الوقت هيضيع، هينحل الشعر بالظبط، لكن ده لا. المفروض بنبدا من تحت، نحدد كده. بني مش اسود؟ لا مش اسود. ممكن نطول على فكره حاجه اللي احنا عايزين، لان انا مثلا انا ممكن اطول وممكن اخليه على حدود عينيها بالظبط. حلو اللي على الحدود دي بالظبط. وبعد كده المفروض ان احنا بنعمل كده. وبرده السمك بتاعها بيختلف طبعا لشكل العين. بالظبط. في ناس بتعمل حاجه تقيله قوي وهي اصلا ما ينفعش تعمل كده، المساحه عندها قريبه وعاملين حاجه تقيل جدا، فلازم التناسق، اهم حاجه التناسق. يمكن من اهم الحاجات اللي درستها برضو التناسق ده، سواء الوان او خطوط. بالظبط. في اقبال يا رانيا على الدورات دي جدا بجد والله جدا، وكترت قوي الاكاديميات، كترت قوي دلوقتي. من السنه اللي فاتت تقريبا هي كترت. بس هو في الاساس المدارس بتاعه الصنايع بيبقى فيها قسم زخرفه او قسم تجميل، يعني اعتقد ان ده الاساس، ما هياش حاجه مستحدثه ولا جديده. بالظبط. طبعا صح. بس اللي عايز يزود من خبرته، يعني انت ممكن تكوني بتعرفي تحطي ميك اب، كلنا فعلا كل البنات بتعرف تحط ميك اب، بس ممكن ما تعرفيش ايه يناسب معاكي. لو حبيتي تحطي لحد غيرك طبعا اصعب بكتير. كلنا عارفين وشنا عامل ازاي وخلاص واتعودنا عليه كمان. اما لما بتعملي لحد تاني ممكن تخرفي خالص، لو انت مش دارسه ممكن نعمل لها الوان غلط خالص. ممكن المكياج يوحش الحلوين. بالظبط فعلا. اوكي. هو ده زي ما قلت لحضرتك، نقدر نعمل كده بيه على طول. تمام. احنا وقتنا قرب ينتهي يا رانيا، عايزين بقى نبروز لو حطينا الميك اب من غير الروج كاننا ما عملناش حاجه. بالظبط. احنا نحط لون متناسب مع اللي هي عاملاه. الشفايف الرفيعه قوي دي بقى بتعملي لها تحديد. لازم نعمل تحديد. بس انا كمان بحب بعد ما بحب ما بينش التحديد بتاعي ده. تمام صح كده؟ تمام. ماشي، اي خدمه. تمام. هي عشان فعلا كمان شفايف صغنونه خالص، فنقدر نطلع براحتنا. كده. انا برضو ما بحبش التكبير الزياده الاوفر كده.
بصي كده باين طبيعي جدا. وفي نفس الوقت كبرنا لها. بعدين نمشي من هنا من تحت، لازم هنا الحته دي الاول. بس انتي بتستعمليه للشفايف الرفيعه ولا يعني انا قصدي اقول ان هو موضه، في ساعات بتبقى موضه ومش موضه خلاص؟ لا هو انا اقول لحضرتك انه عشان نثبت الروج لازم نعمل الحركه دي اساسي، لازم نحدد شفايفنا بس مش هنظهره. انا دلوقتي لما احط الروج مش هبين لك مش ان انا عملته هيبان ده، ان هو اتحط، لانه فعلا دي موضه قديمه خالص. ان احنا نظهر التحديد دي قديمه جدا. بس عشان نثبته ويبان معانا حلو، يعني بصي انا عماله اعمل لها كده اهو بالقلم عشان اثبته، مجرد بيز بس. بالظبط. دلوقتي يلا نحط الروج بتاعنا. لا انا هحط لك ده، عايزه احمر بقى، نحط احمر. نديها احمر بقى مع الاسود ده. اوكي احمر موجود. الاحمر ليه درجات مختلفه بالظبط، مش لازم يبقى احمر لونه يعني بلدي مش طبعًا. حلو. صح فعلا في احمر الفاتح قوي ده، هو ده اللي مش زي ما حضرتك قلت، بس ده مدي على بيتي شويه. جميل. صح. اوكي. لا رانيا، احنا سعداء بوجودك معانا. انا انبسطت ان مع حضرتك. ميرسي يا حبيبتي، وميرسي ان انت قطعتي المسافه الطويله دي من اسكندريه لغايه هنا. ربنا يخليكي. ميرسي. ربنا يخليكي. اكمل عادي. انا فكرت احنا خلصنا. لا احنا فعلا خلصنا. تسلم ايدك يا رانيا، شكرا لوجودك معانا. شكرا لحضرتك. ميرسي. فقرتنا اللي بعد كده نموذج متميز برضو من البنات المصريات اللي سابوا الشهاده على جنب وابتدوا يدوروا يشوفوا ايه الحاجه اللي هم متميزين فيها واصبحت هوايه ومصدر رزق بالنسبه لهم. فقره الاكسسوارز.